ورحمة الله وبركاته. حد عارف ده؟ اقول لك ده ايه دلوقتي. اهو، ده اسمه بوستر القنوات الارضية. بيستقبل القنوات الارضية بسرعة عالية زيها زي الدش بالظبط. زيه زي الدش بالظبط. بيجيب لك صورة زيها زي الدش. اهو، بيبقى عبارة عن ايه؟ عن قطعتين. قطعة بتركب جنب التلفزيون وفي الكهرباء، والقطعة التانية بتبقى ايه على السطح او البلكونة على حسب مكانك. طيب، ده بينباع فين او تمنه ايه؟ ده ممكن تدور عندك في الخردة القديمة، ممكن تلاقيه عندك. لو ما لقيتوش بيتباع في سواق الخردة ب20-30 جنيه. ممكن تجيبه من اي سوق خردة جنبك، او ممكن تشتريه جديد في محلات بتبيعه جديد. بينباع ب150 جنيه او 200 جنيه اخره يعني. حاليا هو 150 جنيه او 170 200 كده يعني، ما يزيدش عن 200 جنيه. طب ده فايدته ايه؟ ده هنستفاد بيه في ايه اللي انت عمال تحكي فيه ده؟ ده يا سيدي هتستقبل بيه القنوات الارضيه. القنوات الارضيه دي ممكن تذيع ماتشات كاس العالم. ممكن قنوات مصريه تذيع ماتشات كاس العالم. او ممكن لو انت ساكن في مدينه ساحليه زي مثلا دمياط، بورسعيد، اسكندريه، اي مدينه ساحليه، ممكن تستقبل اي دول خارجيه. الدول الخارجيه دي بتذيع ماتشات كاس العالم. بتذيع ماتشات كاس العالم زي مثلا سوريا، الأردن، دول شرق المتوسط. الحاجات دي كلها بتبث كأس العالم مجانا على القنوات الأرضية. القنوات الأرضية دي هي اللي بتجيب كأس العالم. فأنت ممكن تستقبلها عن طريق الجهاز ده. لو أنت في مدينة ساحلية هتبقى قريبة منك جدا، فهتقدر تستقبلها بكل سهولة. طيب تعالى نعرف بقى طريقة تركيبه ازاي. بتجيب يا سيدي سلك دش الأول، أهو، سلك دش وتوصله طرف النحاس هنا والطرف الشعر هنا في الجهاز ده. ادي الطرف النحاس اهو واصل، وادي الطرف النحاس الشعر هنا. وهتجيب السلك كده، هيمشي كده السلك وهيوصل بالقطعة دي هنا في المكان ده. في المكان ده يبقى دي واصلة اهي بسلك دش هنا في المكان ده. دي واصلة بدي. ادي اول حاجة. تاني حاجة، هتجيب برضو قطعة حتة سلك برضو طولها متر او مترين على حسب المسافة بتاعت التلفزيون عندك، وهتوصلها بجاك تلفزيون اللي هو الارضي اللي انا هوريهولك ده، اللي هو ده جاك. هيدخل في المدخل بتاع الشاشة اللي عندك او التلفزيون. اسمه مدخل ار اف. بتشتريها الحته البتاعه دي ب5 جنيه او ب10 جنيه. موجوده في كل المحلات. اسمه مدخل ار اف. بتوصلها اهي طرف هنا اهو والطرف التاني اهو، وبتوصل بالقطعه هنا اهي، ودي بتخش في التلفزيون. يبقى الوصله دي هتوصل هنا وهتخش في التلفزيون. ودي زي ما قلت لك واصله هنا بالقطعه دي اهي، ودي في الكهرباء. يبقى كده انتهينا من الوصله دي. لو انت عندك بقى تلفزيونين اتنين وعاوز توصلهم بنفس الجهاز، هتجيب برضو واحده زي دي للتلفزيون التاني وتوصلها سلك هنا وسلك هنا، طرف النحاس هنا والطرف الشعر هنا برضو في نفس المكان ده. لو في تلفزيون تالت برضو هيبقى هنا طرف النحاس هنا والطرف الشعر هنا، لو تلات تلفزيونات. لو تلفزيون واحد اهو، ديت ودي بس. ودي هتوصلها في التلفزيون. كده يبقى احنا انتهينا ايه من القطعة دي. بعد كده هنيجي على القطعة التانية دي. احنا قلنا دي واصلة هنا اهي. دي بقى هتجيب انت اريال. لو انت عندك اريال هتوصله في الحتة دي هنا.
طرف النحاس هنا والشعر هنا. طب لو ما عندكش اريال اقول لك تعمل ازاي اريال. بص يا سيدي، هتجيب ازاي تعمل اريال بقى. اهو هتجيب حتة خشبة طولها مثلا 70 سنتي او 80 سنتي. حتة خشبة زي دي كده طولها 70 سنتي او 80 سنتي. وهتجيب علبتين كنز. علبتين كنز هتقص واحدة هنا، هتقصها بالطريقة دي اللي انت شايفها دي كده، وتثبتها على الخشبة بمسمار. وتجيب العلبة التانية برضو تقصها وتثبتها بمسمار هنا. وتجيب السلك الدش، سلك دش اهو، وتوصل طرف هنا بها والطرف التاني اهو هنا. يبقى كده معاك طرفين. الطرفين دول هيوصلوا فين؟ هيوصلوا هنا بقى يا سيدي. اهو هيوصلوا هنا اهو، الحتة دي والحتة دي، الحتة دي والحتة دي. خلاص كده اتفقنا. يبقى ديت ودي، دي ودي واصلين بالايه، بالقرع اللي انت صنعته من علبتين الكنز. كده خلاص انتهينا من دي. لا عاوز برضو تعمل حتة خشبة تاني برضو وتحط فيها علبتين كنز برضو، وتوجه دي في مكان وتوجه دي في مكان، هتوصلها هنا برضو. يبقى انت عندك اتنين اريال، اتنين اريال، واحد هتحطه في البلكونة مثلا، والتاني هتحطه في الشباك. يبقى ده مثلا هنحطه في البلكونة وده هنحطه في الشباك. ده يبقى واخد ارسال من مكان، وده واخد ارسال من مكان. لو تكتفي بواحدة بس يبقى اهي هنا اهو. تمام كده. دي كانت طريقة توصيل البوستر ده. الفيديو الجاي ان شاء الله بأمر الله اوريك تجربته على التلفزيون والقنوات اللي هو جابها، القنوات اللي هو جابها. لو اي حد عنده سؤال يسأل وانا هجاوب. اي سؤال لو انت عندك الجهاز ده او عاوز تشتريه منين او الكلام ده كله، انا قلت لك بينباع جديد من 150 جنيه ل 200 جنيه. انما لو رحت اي سوق خردة ممكن تجيبه ب 20 جنيه في اي سوق خردة، وموجود منه من الاسواق كتير. اهم شيء يبقوا القطعتين شغالين. دي طبعا اول ما بتحط في الكهرباء في لمبة هنا ايه بتبقى قايدة، تعرف ان القطعة دي شغالة. اللمبة لما تقيد تعرف ان القطعة دي شغالة. ودي طبعا قليل لما بتبوظ بتبقى شغالة على طول يعني. كده تمام. ده اسمه بوستر تقوية القنوات الأرضية. بوستر تقوية القنوات الأرضية، بتجيب لك القنوات الأرضية زيها زي الدش بالظبط. استنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة. السلام عليكم.